مرحبا بكم في برنامجكم الجديد صنع في. اليوم احنا كنتواجدوا في مدينه الابتكار بمدينه اكادير. الشركه الناشئه ولا ستارت اب اللي غادي نشوفوا اليوم هي واحد الشركه كدير واحد الصناعه اللي هي فريده من نوعها، كتصنع لنا الحلي من القطع ديال النيازك وايضا الكويكبات والقمر والمريخ وغيرها من الكويكبات الاخرى. اليوم غادي نشوفوا هذه الشركه هذه اللي كتنتج هذا المنتوج اللي هو فريد من نوعه على المستوى الوطني وايضا الافريقي في برنامجكم صنع في. برنامج صنع في كيهتم بالصناعات وبالصناعات الجديده. فهذه الشركه الفتيه اللي جينا لها اليوم استطاعت تخلق المفاجاه وتجيب الجديد لاكادير والمغرب كاول متجر ومتحف للنيازك ومصنع للحلي النيزكيه بالمغرب وبافريقيا. الدكتور عبد الرحمن إبهي واحد من مؤسسي هذا ستارت اب، عاش وسط النيازك وعاش مع الناس الفرحه ديالهم ملي كيلقاو النيازك. اليوم حنا ضياف عندكم في برنامج صنع في اكادير، وغادي نشوفوا اليوم المنتوج الجديد ديالكم اللي الله تدار اللي هو الحلي بقطع من النيازك ومن القمر ومن غيرها من الكواكب الاخرى. هي واحد الصناعه اول مره كنسمع بها في الحقيقه، وجيت ناخذ احسن قطعه قمريه. مرحبا، ما التبجيره الموجوده. بارك الله فيك سي عبد الرحيم. فوالا كما قلتي كنصوبوا النيز بلوتو الكالي النيزك، وهذا واحد قطعه منهم، اييه قطعه من لي كوندريت، دونك من الكويكبات. عرفتي بين مارس وجوبيتر كاين واحد الحزام ديال الكويكبات كيتصادقوا كيصيفطوا لنا شظايا، دونك من هذا دونك درنا ستارت اب. كتاخذوا هذا الشيء هذا القطع كيتقادوا باقي ربما غادي نشوفوا المراحل غادي نوريكم المراحل اللي كيديروا بلاصه الحلي وكيتعلقوا، ولا كاينين في السمطه ولا كاينين في جميع الحلي. تبارك الله، فكره مزيانه شخصيه عبد الرحمن، خصوصا ان المساله هذه ولا هذه الصناعه هذه هي الاولى على مستوى المغرب دابا كتمشي على المستوى الافريقي. الفكره اول مره كتدار ماشي غير في المغرب، في افريقيا وفي العالم العربي. دونك حتى في اوروبا قليل اللي كيديرها، بعد الناس اللي معروفين على سميتو في امريكا كاينين شي مختبرات كيديروها. انا خلطت بين البحث العلمي وبين الصناعه التقليديه وبين الابتكار. تبارك الله عليك. اذا نشوفوا جميع الستارت اب ديالكم. الشروم تماما هذا نماذج ديال الحلي وديال الحوايج اخرين تنصوبوهم بو فالوريزي لي ميتيوريت اللي هما هادو. كاينين دي براسلي كاريمون. براسلي داك انتم دوك الناس اللي كيديروا الماطر والجلد وداكشي كيديرها في ثلاثه انواع ديال النيازك، ثلاثه الانواع. هذا الكوندريت العادي، هذا لوبريت، هذا الميزوسيليريت، هذا ديال الاستيفان، هذا ديال الحكونيه، هذا ديال دابا عندهم جوج ديال الاسماء، اسم ديال الكوكب واسم ديال البلاصه تماما. بقى غير الاسم ديال هذاك اللي لقاه هو نديرو سميتو تموي ايبي. يعني دابا هنا ثلاثه الكواكب مختلفه، ثلاثه كواكب مختلفه تماما، بلوتو ثلاثه كويكبات مختلفه. جميل. وهذه هي سيرتيفيكا ربما ديال اي حاجه. تماما. دوك هذا هو الافونتاج اللي عندنا حنا كمختبر وكستارت اب، كنعطيو سيرتيفيكا دو توتيسيتي، كنعطيو فيها كاع المعلومات وبلي كاشي ديال المتحف الجامعي النيازك وديال لا ستارت اب ديال الكوبيراتيف، وكنديروا الكيو ار. يعني هادشي اللي كيفرق اللي كيميزكم وكيفرقكم مع الاخرين اللي كيبيعوا هكا في الانترنت، انه كيبيعوا لي بيجو ديال النيازك. تماما. دوك كيبيعوا في الانترنت، خطر بالبال بان راه خصك تكون يعطيك واحد السيرتيفيكا وتشوف المختبر اللي دار التحاليل هذيك يعني حقيقي داك الشيء ولا ماشي حاجه ارضي. انا باش دير ليها تحليله غاليه، دابا هذه غتشريها ب 300 درهم، واش ديال التحليله بغيت تصيفطها لاوروبا ولا امريكا 4 درهم باش دير لها تحليله. اذا ما غاديش تماما. داكشي علاش ما فيهاش الثقه بزاف، يعني الواحد ياخذها من المصدر ديالها الحقيقي والعلمي، وهي في المختبر اللي دار لها التحليله. هذا هو المهم. وكاينين ربما امور اخرى بان لي هنايا هادو تماما. قبل ما ندوزو الامور الاخرى كنديروا بحال لي بورت بيجو ولا شي حويجات. كاين هادو ديال الديكور، كاينين هادو داخلين تما في
في الابتكار هو الناس كيما كيبيعوا النيزك هكاك حجره، حاولنا حنا نفالوريزيوها، بعدا كترخص الثمن لان كتولى اون بيتيت ترونش. هذه يلاه فيها 6 غرام والحجره كلها راه كان فيها 35 غرام، ما يقدرش تشريها. اذا كتولى اون بيتيت ترونش حنا بلامبريسيون 3 دي كنصوبوا هذا السيبور مع هذا ديالها، وكنعطيوها على معلومات، وكنعطيوك واحد الورقه كتشرح السيرتيفيكا ديالها السيرتيفيكات كنعطيوها لها معها سيرتيفيكا دوتونتيسيتي. دابا شحال دايره مثلا دكتور هذه الثمن؟ هذه ما غالياش بزاف، غتكون شي 250 درهم ولا يعني حتى الكواكب ولا النيازك كويكبات. ولا الكويكب ولا هاد القطع ديال النيازك اللي كتخدموا بهم كتحراو انه تخدموا اللي الثمن ديالهم شويه قليل. تماما كنحاولوا نقادوا باش يكون الثمن رخيص، نحضروا بحال هذا نردوها رقيقه، حيت ما حدا كتغلى والثمن غادي يتزاد. الامور الاخرى اللي كديروا هنا في استطاعه في الشركه الناشئه ديالكم دكتور من غير سماحه الحيلي، من الفالوريزاسيون ديال النيازك كنصوبوا لهم لي سيبور ديفيرون تيب دو سيبور باش يكون عندهم واحد منظر اخر. والحاجه الثالثه هي الاكسبرتيز. نهار 3 الصباح بانوا لي الناس كيتسناو. اييه انت غتشوفهم غيدخلوا 3 الصباح و6 الصباح كيجيو هنا المقر، وكنشوفوا لهم هذيك الحجره. عرفتي بان التحاليل ديال النيازك غاليه ما كاينينش بعدا، كنستقبلوهم كنشوفوا عندهم حجره، واش حجر ارضي ولا نيزك، واش نيزك مهم يستاهل يدير التحاليل ولا لا. صناعة الحلي من الأحجار النيزكية مهمة ماشي سهلة، وصناعة نادرة كتحتاج العلم وخبرة وتقنية. هنا اليوم كنشوفوا جزء صغير من هذه الصناعة اللي مازال الطريق طويل قدامها باش تولي صناعة قائمة الذات. اللي عجبني في هذه الشركة الناشئة أنها استطاعت أنها تمزج بين البحث العلمي وبين الابتكار والمقاولة. فإذا كانوا عندنا بحال هذه الأفكار في الجامعة المغربية، خصوصا أن المسؤولين على هذه الشركة هم أساتذة جامعيين وهم باحثون، إلا قدرنا في جميع التخصصات أننا نخرجوا بحال هذه الأشكال ديال هذه المنتوجات اللي نابعة من المختبر ونابعة من البحث العلمي، فأكيد غادي نكونوا حققنا الهدف الأسمى ديال انفتاح الجامعة على سوق الشغل، وأيضا عاوننا الطلبة أنهم يكتشفوا ذواتهم في التشغيل وفي مجال ديال المقاولة. واللي ترني أيضا القدوم ديال واحد السيدة مع بنتها باش أنها تأخذ واحد حلي حول إيملشيل، منطقة إيملشيل. دونك هادو هما النيازك اللي هادو دابا دي فغي بيجو مصايبين من النيازك. النيازك 100%، وغتلقايهم غير في أكادير. داك والثمن ديالهم الثمن ديالهم هادو كنحبوا 300 درهم. 300 درهم سي با شير، سي با شير افيك سيرتيفيكا دوتونتيسيتي. وما بغيتي بالسلسله هذوك السلسله، بغيتي غير هكا كنعطيك. هاد الصناعة اللي كديروا دابا السي، حيت هذه داخله في الصناعة السي إبهي، واش كاين شي واحد اخر كيديرها في المغرب؟ لا ماشي غير في المغرب، ما كايناش لا في العالم العربي ولا في افريقيا. حنا السباقين كما كتعرف بان عندنا متحف جامعي النيازك من 2016. حنا خدمنا في النيازك في 2002، بدينا كنديروا الدراسات ديالهم. في 2016 مع السي حلي رئيس الجامعه صوبنا متحف جامعي النيازك، اول متحف في العالم العربي وافريقيا. تحل هذا كان جا صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، جا هنا هذا المقر، جينا حنا ورينا الحجر هنا. فالمسؤولين قال لك علاش ما تبقاوش هنايا، اييه عندنا متحف وتبتكروا، نحاولوا نبتكروا في هذه الحجاره. فالابتكار اللي خدامين فيه دابا خدام فيه مزيان هي هذا الحيلي. كاين هادشي في الانترنت كيتباعوا الان حيلي في الانترنت هو خصك تعرف عندما كتشري، لان حنا باش نتفاداو هذه القضيه هذه، حنا مختبر ديال البحث العلمي في النيازك، فحنا كنعطيو لاتيستاسيون النيازك اللي عطيناه حنا الاسم، لان غتشوفوا هاد لي زاتيستاسيون ديال سون دي سيرتيفيكا دوتونتيسيتي، غتلقاو فيهم دوك الاسماء. هذوك الاسماء حنا اللي عطيناهم ودرنا عليهم مقالات علميه. الاسم ديال ديك الصخره الاصليه. دونك هذاك البيجي هو كياخذ هذيك كياخذ التسميه داك الاسم. دونك انت معلق يعني بحال شبيه بداك الطبع اللي كيكون في الذهب تماما، يعني تقريبا كيكون منين جا معترف به الدوله ومعترف به العالم، عنده واحد اللوغو ديال الذهب. حنا تنعطيو استروميت، هي المقاوله الناشئه ديالنا، ولكن كنعطيو السميه ديال هذاك البيجو، كنعطيو السميه ديال الحجره
لانه كنعطيو معاه واحد الكود كيو ار باش يقرا على هذاك النيزك، يقرا عليه غيلقى بان المختبر ديالنا هو اللي دار التحاليل وهو اللي دار. كما قلت لك اي واحد غادي يقاد حجره ويدير لها الفيرني ولا يدير لها البوليساج ويقول لك راه نيزك، لا، خاص اللي غياخذ نيزك ياخذ مع هذيك السيرتيفيكا، وهذيك السيرتيفيكا يعرف شكون هو. انا مختبر عطي ديك السيرتيفيكا بحال المجوهرات، بحال بليتو اللي بغات تشري الديامون، خاص تكون واحد الاتيستاسيون ضروري. وكتشوف انت اشنو هو المختبر اللي عطى ديك الاتيستاسيون وكيعطي واحد الكود. وكاين اقبال على هذه المنتوجات. عرفتي هذا دابا حنا غير في البدايه، هي بزاف الناس عبدوا هذه الفكره، لان ولكن كاين في العالم في دول اخرى. كاينه في امريكا هما اللي دايوك حنا اسبريناها من امريكا. كيخدموا هما بزاف في الحديد، نيازك ديال الحديد كيديرون في الكادرون ديال اول بيجو بان في الكادرون ديال لي مونطر ديال المكانات، تيحيدوا داك الكادرون كيديروا كادرون وداروا واحد الاشعاع كبير. فاحنا قلنا علاش ما نديروش حتى حنايا الصناعه هنايا في المغرب. باقي ما كنديرش دابا لي كادرون، لان فاش غدير الكادرون ديال النيزك خص المكانات تكون غاليه، وحنا باقيين غير الله في البدايه. اذا دكتور ابهي، الحيلي المصنوعه من الاحجار ديال النازك صنعت في اكادير. من غير اكادير ما غتلقاش حيلي ديال ولا حيلي بليتو ديال النازك ما تلقاهمش في افريقيا كلها صنع في اكادير بالمغرب، في العالم العربي وفي افريقيا الله يخليك صنع في اكادير. اذا كما شفنا معكم اعزائنا المشاهدين، اليوم كنتواجدوا في مدينه الابتكار مع هذه الشركه الناشئه الخاصه بصناعه الحيلي عن طريق الاحجار ديال النيازك، الشركه الوحيده على مستوى المغرب وايضا افريقيا. اذا صنع باكادير في المغرب.